كله ولمقدم البرنامج وإلى ضيفي هذا البرنامج. الله يحييك. الله يحييك. طبعا لدي سؤال واحد ومداخلة بسيطة جدا. لدي تعقيب بسيط حول ما قاله بعض المتصلين وخاصة المتهجمين على هذا الخليفة الثاني رحمه الله. وبالذات في إحدى المتصلات عندما قالت أريد مقارنة ما بين الخلفاء الأربعة، وتقصد أن الخليفة الرابع هو أفضلهم. وأنا أريد أن أقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أنا مدينة العلم وعلي بابها. نعم. ولا ننكر بأنه كان من شجعان الإسلام. نعم. ولا ننكر بأنه لم يركع لأصنام قريش. نعم. ولا ننكر بأنه وليد الكعبة، حيث أنه ولد في قلب الكعبة وقتل في مسجد الكوفة. ولا ننكر بأنه أول من أسلم وهو فدائي الرسول الكريم. ولا ننكر أيضا بأنه ساهم بكل الحروب التي قام بها الرسول. وأهم شيء لا ننكره عندما قال عمر رضي الله عنه: لولا علي لهلك عمر. لي وجهة نظر يعني الأخ لو سمحت لي يا أخ مبارك، يعني أشكر لك لطفك حقيقة، لكن يعني طبعا إيرادك جيد، لكن بالنسبة للحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث موضوع لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن سنأتي إن شاء الله عليه. قولك إن عليا ولد في الكعبة هذا باطل، ولم يذكره أحد من أصحاب التاريخ، وقد بحثت هذا الموضوع يعني لمدة أكثر من 20 سنة وأنا أبحث في السيرة ولم أجد هذا أبدا. ليتك تعطينا مصدرك بس. قولك إن عليا أول من أسلم، وليس أول من أسلم. أول من أسلم هي خديجة رضي الله تعالى عنها، أسلم بعد ذلك أبو بكر. علي أول من أسلم من الغلمان، يعني كان غلاما عند النبي صلى الله عليه وسلم. قولك أن عمر قال لولا علي لهلك عمر، أيضا هذا كلام غير صحيح. هذه القصة ذكرت في أن عليا رأى امرأة في عقلها شيء، وقيل امرأة كان نومها ثقيلا حامل، وقيل إنه كان زوجها غائبا عنها فجاء زوجه وجدها حاملا وأخبر عمر رضي الله عنه بذلك فأمر عمر بقتلها. وهذه الرواية باطلة عموما ولم تصح عن عمر رضي الله تعالى عنه، فلا يصح أنه يعني عفوا يستدل بهذه. يعني أنا كتبت أول مرة لأعلق الثانية فوجدتك أنك كل النقاط الأربعة التي ذكرتها غير صحيحة.